بنتابع فعاليات مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي مع الكاتبة والإعلامية هدى المهتدي الرئيس. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بكل مصر والمصريين الحلوين وأهلا باللبنانيين اللي منورينا. شكرا لك. ايه القمر ده؟ يا رب يخليك، يا رب يخليك، يا رب يخليك، من لطفكم والله وطيبة قلبكم والله. علاقتي بمصر علاقة طويلة جدا. احنا ولبنان ايه واحد. بعرف وأنا سعيدة جدا أن أكون من ضيوف ومن مكرمي مهرجان إيجيبت مع الأستاذ عادل. أول مرة تشاركي في المهرجان؟ أنا مر علي مهرجانات عديدة طبعا لطبيعة عملي. أنا محررة وقارئة أخبار، مذيعة ومقدمة برامج في الإعلام الكويتي، وكاتبة وشاعرة. أصدرت حتى الآن 13 كتابا ديوانا في النثر والشعر تحت الطبع الآن في دار نينوى إن شاء الله. 3 دواوين، تراتيل إلى جدتي، أحبك وبعد، الأغلى أنت، وهمس الروح. 4 مش 3. كتب ولا روايات؟ أنا تخصصت بالشعر. أحب الشعر، أحب المفردة المجنحة المضيئة، أبحث عنها. أنت شكلك أصلا فنانة. كتبوا عني أنني متمردة، كتبوا عني كبار النقاد أنني أشبه في كتاباتي كاتبة وشاعرة روسية كانت تهتم، ومعظم كتاباتها رومانسية بسيطة رقيقة جدا. لا أخفيك أنا من أنصار الرجل. كتبت للرجل آهين شهريار، كتبت للرجل هكذا أحبك، كتبت للرجل أيضا العالم أنت وأنا. أنت في صف الرجل. العالم أنت وأنا كانت زاوية أسبوعية تنشر كل يوم 4 عبر المجلة الكويتية اليقظة، وكانت مشهورة جدا. نحن لم نعيش في عصر الفضائيات، ولكن كل برامجي ومن أهمها برنامج عالم السينما. هذا البرنامج انتقلت به من مهرجان إلى مهرجان عربي، إلى أوروبا، إلى أمريكا، حتى أنني تلقيت دعوة من هوليوود. ذهبت إلى هوليوود وتصورت في الأماكن التي كانت تصور فيها أفلام الهنود الحمر. كما ذكرت هذا البرنامج عندما كنت أتلقى دعوة لمهرجان القاهرة السينمائي هنا، كنت أغطي كل عروض الأفلام مع النقاش والنقاد، وكنت أصور معظم اللقاءات مع ممثلي الفيلم من مخرجين وكتاب سيناريو ومصورين ومهندسي ديكور، وأعود بباقة من اللقاءات والمقابلات مع كبار طبعا الفنانين الممثلين، وكانت رحلة ممتعة جدا. أنا أطلق على العالم السابع اللي هو عالم السينما، عالم الدهشة، عالم الدهشة. كل لقطة إذا أخذت بمقياس معين هي عالم دهشة. كل حركة مضبوطة بإيقاع مضبوط هو عالم دهشة. كل حوار لا يخرج عن المنطق، الله على الشعر، الله. ولا يكون فيه زوائد وبهرجة. هو عالم دهشة. فالسينما في حياتي بالفعل عالم ضوء ولون، ومن هنا جاء ديواني الشعري بالضوء واللون. إن شاء الله. أنت نورتي المهرجان كله، نورتي مصر كلها. كلمة بقى الأستاذ عادل عمور. ماذا أقول عن الأخ والصديق، مع أن معرفته به
معرفة بسيطة يعني. اتصل بي عن طريق صفحتي في الفيسبوك وقدم لي دعوة لتكريمي في المهرجان. كانت هذه الدعوة في شهر رمضان المبارك. كنت وقتها في دبي أمضي شهر رمضان المبارك مع ابنتي التوأم التي تعيش هناك. احتدمت واشتعلت المنطقة هناك كما تابعتم أنت في الأخبار يعني، ومع الأسف أغلق مطار دبي ولم يكن بإمكاني أن ألبي الدعوة وأطير. من حسن حظي أن المهرجان تأجل. فعلا تأجل بالفعل. وعندما اتصل الأستاذ عمار كنت بتردد مترددة، ليس من جهتي ولكن من جهة أولادي. تسيبيهم بقى. فماما أنت حتروحي لوحدك، ماما خايفين عليكي، ماما من خاف تغلق المطارات. ولكن كما قلت في لقاءات سابقة ادخلوها بسلام آمين. وأتمنى لكم كل الأمان والسلام والاستقرار والنهضة العظيمة التي شاهدتها وأنا قادمة من مطار. نورتي مصر والله، نورتي مصر، نورتي المهرجان، ومبروك التكريم مقدما. خليك يا رب. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. شكرا لحضرتك.